أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لهم والغاصبين لحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب وليس كمثله غريب، يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك وعلى المستجهدين بين يديك. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح وجه الصباح علي ليل مظلم. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم. والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم. ما خلت أن الداه من عاداتي، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر. شلون حكي هذا؟ ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا، ويزيد في لذات يتنعم. يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر ما يسلمون.
يضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفوا الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا على الدينها، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. لم يدر أن يريح بذن ركابه، فكأنما عليه المأوى محرم. طوح الحادي والضعان هاجب حنينه، وزينب تنادي سفرتي القشرة علينا. إلك هالبيت أعيدها. طوح الحادي والضعان هاجب حنينه، وزينب تنادي سفرتي القشرة علينا. صاحت بكافلها شديد العزم والباس، شمر ردانك وارفع البيرغ يا عباس. جني أعاينها مصيبة شيب الراس، ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة. قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين. لا تهيجيني ولا يديش قلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف. ابو فاضل عنده طلب من زينب، قالها اخويا بس طلبي من الله يسلم لي الجفوف، بس طلبي من الله يسلمني هالجفوف، لحمل على الجيمات واذكرهم بابونا. يا لحمل على الجيمات واذكرهم يوم بابونا. لكن الأمر لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين أبو الزهراء محمد. هذه الآية المباركة هي من سورة آل عمران. واضح من أنها تتحدث حول الشهداء ومقام الشهداء. والإمام الحسين ونحن نعيش ذكرى هذا الإمام الشهيد في أيام محرم الحرام. الإمام الحسين صبط رسول الله
ابن أمير المؤمنين وابن الصديقة فاطمة عليهما السلام هو شهيد هذه الأمة ومن أعظم الشهداء بل سيد الشهداء. تميز الإمام الحسين عليه السلام بمزايا كثيرة، مزايا كثيرة. من تلك المزايا اللي امتاز بها الحسين عليه السلام أنه لقب بسيد الشهداء، ولقب بسيد شباب أهل الجنة. وعلى هذا عندنا روايات، إحنا لينظر إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أن أهل البيت ركزوا على هذا المعنى وعلى هذا اللقب لسيد الشهداء بعبد الله الحسين عليه السلام. الشيخ جعفر ابن محمد القمي صاحب كتاب كامل الزيارات، هذا يعتبر وتد من أوتاد الشيعة، فخر من مفاخر الشيعة. هذا الرجل مدفون إلى جوار الإمام موسى بن جعفر والإمام الجواد عليهما أفضل الصلاة والسلام. أكو حجرة مدفون بها هذا الرجل، وأيضا مدفون معه تلميذ الشيخ المفيد أعلى الله مقامهما. شيخ جعفر ابن محمد القمي في كامل الزيارات يعقد فصل خاص باسم ما ورد عن أهل البيت في الحسين ابن علي سيد الشهداء، ويذكر روايات كثيرة فيها الصدد. أنا أذكر، لا بأس أذكر روايتين للبركة. الرواية الأولى عن حنان بن سدير الصيرفي. حنان بن سدير الصيرفي يقول: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وقال: يا حنان. الإمام الصادق عليه السلام قال: يا حنان، زوروا الحسين ولا تجفوه. يعني يريد الإمام منا نزور الإمام الحسين عليه السلام. طيب هسه واحد ما يقدر يصل إلى الإمام الحسين، ماذا يصنع؟ سلم وانت في مكانك، ما تقدر أصعد على أعلى السطح، وتوجه إلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وقل ثلاثا: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. تنحسب لك زيارة، والسلام يصل إلى الحسين، يصل إلى الشهيد، والإمام يرد عليك. قال له: يا حنان، زوروا الحسين ولا تجفوه، فإنه سيد شباب أهل الجنة من الخلق. يعني أعطى لقب شنو للحسين عليه السلام؟ أنه سيد شباب الجنة من الخلق. بعد ثم قال: وإنه سيد الشهداء. هذا اللقب الآخر سيد الشهداء. الرواية الأخرى عن أم سعيد الأحمسية. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كما عندهم صحابة رجال، أيضا ربوا نساء صحابيات إن صح التعبير. هذه النساء حملن أحاديث أهل البيت عليهم السلام كما حملها الرجال من أصحاب أهل البيت عليهم السلام. وهذا يكشف عن الدين الصحيح والإسلام الراقي عند أهل البيت عليهم السلام، وأنهم ترجمان القرآن. أهل البيت ركزوا على العلم. شنو الداعي أن المرأة تتعلم؟ الداعي هو أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أرادوا منا أن نكون شعب وأمة تقرأ وتحفظ، تكون أمة واعية، عندها وعي
صاحبة علم، لا أن ينهض المجتمع والدين ينهض شنو على الجهل. من هالباب يأكدون على من؟ يأكدون على النساء. فهذه المرأة من جملة النساء اللي حفظت أحاديث أهل البيت. هاي المرأة اجت إلى المدينة، زارت قبر النبي صلى الله عليه وآله. بين قبر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الشهداء المقبرة، مقبرة الشهداء، هواي مسافة، مرة كبيرة. فأجرت لها دابة، هذه الدابة صاحبها ياخذ المن إلى زيارة الشهداء. أكو شهداء حمزة عليه السلام، وأيضا مصعب بن عمير وغيره من الذين استشهدوا. وتزور أيضا الإمام زين العابدين والإمام الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام. لكن هذه المرأة قالت: ما عساني أن أذهب أولا شنو إلى زيارة سيدي ومولاي الصادق، خل أمشي للإمام الحي. فقالت له: اخذني وين؟ للإمام الصادق. دخلت عند الإمام الصادق عليه السلام. لما دخلت عند الإمام الصادق صارت تسأله والإمام يجيبها، تسأل والإمام يرد عليها. أخذهم الوقت. الرجل صاحب الدابة صاح، قالها: أمة الله عافاك الله، لقد حبستينا، ما تطلعين، أخرتيني عن عملي. صاحب عمل هذا. قالها الإمام: ما الذي جرى؟ قالت له: الواقع أنا ردت أمشي لزيارة قبور الشهداء وأجرت لي دابة، وهذا الرجال الظاهر تأخرت عليه. فقالها الإمام: إلى أين تقصدين؟ قالت: لا، أقصد إلى الشهداء. قال: يا أم سعيد، ألا تزورين سيد الشهداء؟ ما تريدين تزورين سيد الشهداء؟ عندنا رواية أخرى تقول: أنا كان بذهني ببالي، كنت أحب أنه الإمام يكشف لي عن قبر سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام، باعتبار بذاك الوقت أمير المؤمنين قبره مخفي عن الأنظار. قلت له: سيدي ومولاي، ومن سيد الشهداء؟ قال: الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذه المرأة عرفت أن سيد الشهداء من هو؟ الحسين ابن بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا اللقب اشتهر به الإمام. الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يبين للناس بأن الإمام الحسين عليه السلام هو سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة من الخلق، تأكيد بالغ على أن هذا اللقب خاص بمن؟ للحسين عليه السلام. طيب، الآن أنا وياكم دائما نسمع بأن هنالك رجل آخر لقب بهذا اللقب، ألا وهو الحمزة ابن عبد المطلب عم النبي الأكرم. وهذا اللقب منحه إياه، أعطاه إليه منه؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يقول: لما عرج النبي إلى المعراج رأى على ساق العرش شنو شاف؟ رأى مكتوب: محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء. طيب، إذن أصبح حمزة عليه السلام سيد الشهداء، فكيف نجمع بين حمزة سيد الشهداء وبين الحسين سيد الشهداء؟ العلماء يردون على هذا المعنى، يقولون أنه سيد الشهداء حمزة صحيح، لكن حمزة سيد الشهداء هو سيد شهداء زمانه الذين استشهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ناظر إلى أن حمزة سيد الشهداء هو سيد شهداء الذين استشهدوا بين يدي رسول الله في زمانه، لكن الإمام الحسين عليه السلام هو سيد الشهداء، سيد الشهداء من الأولين والآخرين، هو سيدهم. الآية المباركة أيها الأحبة اللي تلوتها على مسامعكم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. لا تجد كاتب مؤلف يكتب كتاب
أو قارئ يريد أن يتحدث عن الحسين عليه السلام إلا وقد أشار إلى هذه الآية وربط هذه الآية بالحسين عليه السلام، أو ربط الحسين بهذه الآية. أكو ارتباط وثيق بين الحسين وبين هذه الآية لأنه المصداق الأبرز لذلك. إخواني الأعزاء، أكو إحنا في عالمنا الدنيوي عندنا شيء يسمى عند الناس بأن الحياة مكفولة. شنو معنى الحياة مكفولة؟ يعني الإنسان بما هو إنسان لا يحق له أن يسفك دم غيره، يعني دم إنسان غيره، بل لا يحق للإنسان أنه بنفسه يأخذ آلة حديدة مثلا سكين عبر ما شئت ويقطع عضو من أعضائه. يقول هذا ما يجوز، الشارع المقدس لا يجوز ذلك، وكل الأديان ما يجوزون الأذى للنفس ما يجوزونه، لكن من منطلق آخر يجيز لك سفك الدم أو إراقة الدم لشيء واحد، وهو شنو؟ الدين. العلماء يقولون لأجل الدين، لأجل العقيدة يمكن للإنسان أن يسفك دمه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، مو في سبيل الطاغوت، لا، مو لأجل أن يعلو فلان، مو لأجل سلطان، مو لأجل ذاك الحاكم، لا، بل لأجل العقيدة، لأجل الدين. إذا كان الدين بخطر على الإنسان شنو؟ أن يقدم نفسه قربان، يقدم نفسه لله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الأحبة الإنسان الله أكرمه، ولقد كرمنا شنو؟ بني آدم. الله أعطى عز وجل للإنسان السماء والأرض وما فيها، كل شيء باختياره. ما يمكن للإنسان أن يسبب أذى لغيره أو أن يريق دمه عبثا. وهكذا إذا جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الأكرم لو كان يعلم بأن الدين سوف يقوم وينتصر وينتشر هذا الدين زين دون إراقة دماء، دون أن يضحي بمن؟ بالغالي، بمن؟ بحمزة سيد الشهداء أسد الله وسد رسوله، دون أن يضحي بجعفر الطيار، وما أدراك ما جعفر الطيار. لو يعلم أنه دون إراقة دماء الدين يبقى، ما كان قبل النبي الأكرم أن يراق دماء هؤلاء الزمرة الطيبة. هكذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه. أمير المؤمنين خاض 3 حروب، ناكثين المارقين. لو كان يعلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لو كان يعلم بأنه من خلال كلامه وأقواله الناس تتراجع عن غيها، تتراجع عن فكرها، ما أذن بأن تلك الدماء تراق. مثل من؟ مثل عمار بن ياسر، مثل زيد بن صوحان وغيره. هذه الثلة الطيبة المؤمنة ما كان قبل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا أن يراق دمه، ولا دم أهل بيته ولا أنصاره. وأي أنصار؟ أغلبهم أيضا صحابة لرسول الله وصحابة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن الحسين رأى بأن الدين بخطر. شوفوا أنتم، من يوم بدت السقيفة منو إجا على الخط؟ إجا الأول، راح الأول. ظنوا القوم شنو؟ ظنوا القوم بأن الثاني إذا إجا شنو؟ خلص ما يحرف الدين، ما يشتت الأمة. لكن عكس ذلك، هذا إجا أيضا شنو؟ زاد على الطين بل، مثل ما نقول إحنا بلهجتنا. راح الثاني، إجا الثالث، نفس الحالة نفس المبدأ، أيضا صار يحرفوه، إلى أن إجا الدور إلمن؟ إلى معاوية ابن أبي سفيان. معاوية أمير المؤمنين يقول وما معاوية بأتهى مني، لكن يقدر ويفجر. معاوية أيضا دمر الأمة، شتت الأمة، حرف الدين، بدت انحرافات كثيرة، إلى أن إجا دور منه؟ إجا دور يزيد عليه لعائن الله. ويزيد منه
الحسين عليه السلام في مجلس الوليد والي المدينة بين شخصية يزيد بن معاوية بلسان طلق، قال: يا أمير، إن يزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثلي أنا ما يبايع هذا الرجل، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. على أي حال الحسين يقول لك 23 سنة، اسمع، 23 سنة من عمل لرسول الله، أتعاب رسول الله، عمل دؤوب إخواني. النبي بالليل يخطط، الصبح بالنهار إلى جنب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وباقي أصحابه. زين، كل هذه الأتعاب تروح هباء منثورا. يجي فلان وفلان يعتل المنبر ويفتل الناس ورجل هو زين بعيد كل البعد عن قيم ومبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر يؤذي رسول الله، هذا الأمر لا يقبل به الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو حفيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام رفض البيعة ليزيد في مجلس الوالي، في مجلس الوليد، ومثلي لا يبايع مثله، نصبح وتصبحون. على أي حال الحسين خرج من هذا المبدأ إخواني، من مبدأ الدين، خوفا على الدين. ولذا إذا قال السيد حيدر شنو؟ خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا شنو؟ يتكتم. خائف على الدين إخواني، خائف على الدين، خائف على المذهب يتدمر. ولذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا قاموا بنفس الدور حفاظا على الدين. رسائل أهل البيت حفظوا عليها من خلال رجالات طيبة مؤمنة ثلة مثلكم وأمثالكم، حتى لا يضيع الدين ويوصل إنه جيل بعد جيل إلى يومنا الآن إحنا نعرف نصلي ونعرف نصوم. هذا كله ببركات من؟ ببركات دماء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زين، الآية تقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم. زين، المفسرين شو يقولون؟ أهل التفسير يقول عند ربهم يرزقون، يقول ذولا يعني في نعيم الله تبارك وتعالى، يعيشون تحت نعمة الله عز وجل في البرزخ. لكن في الدنيا شنو إلهم؟ الدنيا أيضا إلهم ذكرهم خالد في عالم الدنيا. وفعلا أنت إذا تنظر إلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ذكره خالد بقى إلى يومنا الآن. إيش كثر حاولوا أن يحرفوا مبادئ الحسين، أن يحرفوا نهضة الحسين، يحرفوا ثورة الحسين. هذا يقول لك خرج لكذا، هذا يقول لك خرج لكذا، لكن بقى اسم الحسين وبقت شنو؟ ثورة الحسين خالدة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لو كان الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لا يخرج ولا يبين موقفه لكان الدين في خطر. منو الذي نجح؟ تقول لي زين الحسين أريق دمه، أهل بيته أيضا استشهدوا، أصحابه استشهدوا، القلبة إلمن صارت. تقول لي ليزيد، أقول لك لا، السيف ما انتصر، بل الدماء الزاكية التي أريقت على كربلاء، على رمال كربلاء، هي اللي بقت منتصرة إلى يومنا هذا. الله يرحم الشيخ الوائلي. الشيخ الوائلي عنده كلمة حلوة يقول: ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. وفعلا أنت انظر إلى مولاتنا العقيلة زينب عليها السلام، خاطبت ذاك اللعين قالت له:
اسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. ما تمحو ذكرنا. زين الذكر انمحى؟ لا. من محى؟ بمن من محى؟ من محى بهذه الوجوه الطيبة، بخدام سيد الشهداء، بالذي أخذوا الخدمة من آبائهم. هنيئا لآبائكم، هنيئا لأجدادكم. هذا النسل جيل بعد جيل إخواني، جيل بعد جيل يربون أهلنا على اليمن على الخدمة على الحسين، على الخدمة للحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أنتم شركاء ببقاء ثورة الحسين ومبدأ الحسين. تقول لي شلون؟ اسمع الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: رحم الله شيعتنا لقد شاركونا بطول الحزن والحسرة على مصاب جد الحسين عليه السلام. يعني أنت شريك مع الأئمة المعصومين، مع المعصومين أنت شريك ببقاء شنو؟ ذكر الحسين عليه السلام. هنيالك، الله مد بعمرك حتى تجي للحسينية تصب لك فنجان شاي أو تاخذ لك صحن وتوزع. ترى هواي ناس محرومين من هاي، هواي ناس. هنيئا لمن ينفق في سبيل الحسين في عالم الدنيا، بالدنيا بحياتك كل شيء درهم تطي في سبيل الحسين الله يعوضه بآلاف. هذا الكلام مو مني، هذا كلام أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. الله يديمنا وإياكم على خدمة الحسين. خدمة الحسين تاج ما فوق تاج أبدا. اسمع الرواية عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول ابن سنان: دخلت على سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام وقال لي كيف أنت؟ شلونك؟ سألني، هذه ديدن أهل البيت. قلت له: الحمد لله سيدي ومولاي. ثم سألته قلت له: سيدي ومولاي، سمعت أباك يقول من أنفق في مسير الحج درهما فله 1000. يعني اللي يمشي للحج ينفق درهم واحد في سبيل الحج الله يعوض بمن؟ ب1000. يقول: قلت له: سيدي وما لمن أنفق في المسير إلى جدك الحسين؟ هذا في المسير مو بس للحسين لزيارته، لا، بكل شيء. حسينية تجيب لك قلوب وتخلي ضاو فنجان مثلا، كل شيء في مسير الحسين عليه السلام. فما لمن أنفق في المسير إلى جدك الحسين عليه السلام؟ فقال لي: يا ابن سنان فله 1000 و1000 درهم واحد. سيدي يقول: حتى عد الإمام الصادق 10 مرات 1000 1000 1000. ثم قال: يا ابن سنان وإن دعاء الله ومغفرته خير له، ودعاء جدي رسول الله محمد خير له، ودعاء أبي أمير المؤمنين والأئمة خير له. منو من عندنا يريد المال؟ المال ايش يسوى؟ المال يجي ويروح، لكن احنا نريد رضاهم. ليش؟ لأن أهل البيت إذا رضوا عنا يعني الله رضى عنا. ورضاكم شنو؟ رضا الله تبارك وتعالى. فهنيئا لخدام الحسين. هذا أنت تتعب بالمطبخ، تطبخ لمجلس سيد الشهداء والعرق يتصبب من وجهك، هذا ترى كل شفاء. هذا الخد الذي يلامس شنو؟ يلامس النار، والخد الذي تصهره الشمس يخرج موكب بالنهار مثلا، هذا كل الخد ما تمس النار، ما أبدا ما تمس النار. فهنيئا لخدام الحسين، يا لها من تجارة لن تبور. لكن أنا وياكم ليش نخدم الحسين؟ نخدم الحسين لجل دنيا، لجل مال، لجل منصب؟ لا، ما لجل الثواب بشية وجرة، ما لجل الثواب بشية،
ما لجل الثواب بجيت وجره، لجن نار بصميم حشاي وجره، مصابح سين أبد ما صار وجره، فرض كل يوم ننصب العزية. واليوم نريد ننصب عزية للحسين يا خدام الحسين. الحسين أعلن ثورته. أنا وياكم نحب الحسين ونتمنى نكون مع الحسين إن شاء الله دنيا وآخرة ويا الحسين. أكو كاتب اسمه عباس محمود العقاد، هذا كاتب يروي رواية بكتابه عن إمامنا الصادق عليه السلام. شو يقول بكتابه؟ يقول ما من شهيد إلا ويحب أن يكون مع الحسين عليه السلام. ما من شهيد يقول إلا ويحب يكون مع الحسين. وأنا وياكم أيضا يا خدام الحسين، لأننا نعرف حقيقة الحسين ومبدأ الحسين، ونعرف ما قام به الحسين وما تعب عليه الحسين وأهل بيته، أيضا نكون مع الحسين. ويقول له الإمام أنت معنا، يقول له سيد ادعي لي حتى ادخل للجنة، قال له ادعو الله أن لا يخرجك منها، أنت بالجنة. وهذا المجلس أيها العزيز أيها الموالي تحف الملائكة، الملائكة تستغفر له وأنت بمجلس الحسين. فدير بالك تضيع عمرك. الحمد لله وصل عاشور وامتد العمر بيه، ورد البس ثياب السود واخدم بالحسينية. الحسين عزم على الخروج. ماذا صنع الإمام؟ قال أذهب إلى قبر جدي صلى الله عليه وآله. إجا إلى قبر النبي الأكرم. أحد الرواة يقول رأيت الحسين 3 مرات. إجا القبر النبي ثم ذهب إلى بيته إلى داره. يقول مرة ثانية ومرة ثالثة يقول صلى ركعتين، ثم قال جداه أبا يا رسول الله أنا فرخك وابن فرختك، أنا فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي، إنك تعلم إني أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاختر لي ما أنت تريد وتحب يا رسول الله. يقول بكى الحسين عليه السلام شوقا إلى رسول الله وهومت عيناه بالنوم. غفى الحسين. يقول وإذا بعالم الرؤيا الحسين يرى رسول الله صلى الله عليه وآله مع رعيل من الأنبياء والملائكة، وهو يقول بني حسين عجل قدومك إلينا. التفت الحسين قال له جداه يا رسول الله، جداه يا رسول الله خذني إليك، لا أريد الرجوع إلى الدنيا. قال بني حسين إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة. بعد شنو قال له؟ بني حسين كأني بك عن قريب مرملا بدمائك بين عصبة من أمتي لا أنالهم الله شفاعتي وأنت ظمآن فلا تروى. يا مؤمن إذا كنت عطشان اذكر الحسين، وأنت عطشان فلا تسقى وظمآن فلا تروى. الله يرحم الشيخ الدمستاني يصور حالة الحسين عند قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله. شو يقول له؟ ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ذاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح.
فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب. أويل عليك بعبد جد صفو العيش بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب. بعد يقول فعلا من داخل القبر بكاء ونحيب. شنو؟ ونداء بافتجاع يا حبيبي يا أعلى، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا أعلى، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين. أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا. فاتخذ درعين من حزمين وعزم سابق، حضر للمصيبة يا ولا ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء. أيوا حسينا صح ونادي وحسينا، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها ثاويا منجدلا. أقول وكأني بلئيم الأصل شبر خدعلا. أيوا سيدة أيوا غريبة، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على. أريد صوتك ها. وكأني بلئيم الأصل شمر قد على، صدرك الطاهر بالسيف يحز ودجن. أنا المنادي ينادي وحسين، أيوا غريبة أيوا ذبيحة يا جيد. تعال حسين القبر جده، تعال حسين القبر جده يا جد، يقل بعد مثلك وين يا جد يا جد يا جد، ضمن للضريح وياك يا جد، وخلصني من هم العلي هي، وخلصني من هم هي العلي. أفاق الإمام الحسين من نومته. وين يمشي الحسين؟ شلون يترك المدينة دون أن يصل إلى قبر الحنونة، إلى قبر أم فاطمة؟ الله لا يفجع أحد بأمه. أجركم الله. يقول إجا إلى جئة البقيع، مشى إلى ذاك القبر الذي كلنا نتمنى أن نصل إليه. يعرف قبر أمه. يقول نادى برفيع الصوت السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا مكسورة الظل. يقول وإذا بالصوت من داخل القبر وعليك السلام يا غريب
وعليك السلام يا وحيد الأم. يقول وإذا بالحسين رفع صوته شنو نادى؟ قال يما 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 يم الحسن يم الإمامة يا المام اشعل قبرك علام. الله. يما يم الحسن يم الإمامة يا المام اشعل قبرك على يامه. أنا نقعد على عتبة مقام ونبكي مثل بكي اليتام. هي ونبكي مثل بكي اليتام. أقول يا موالي من الذي أخبر رسول الله بأن الحسين قد قتل؟ من اللي أخبر فاطمة الزهراء بأن الحسين قتل في كربلاء؟ يقول لما رجعت زينب بأبي وأمي يقول نزلت من هودجها شافوا زينب تحمل شيء تحت عباءتها. شنو مخفية زينب؟ يقول إلى أن اتجهت ناحية قبر رسول الله. يقول أخذت عضادة الباب صارت تضرب عضادة الباب. صاحت قالت جداه يا رسول الله جئت إليك ناعية لك ولدك الحسين. يقول وهنا رفعت صوتها زينب شنو صاحت؟ صاحت يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دونه. يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه. ولا نغار غمض له عيونه. ولا نغار غمض له عيونه. يعالج عالتروب ما حد وصلي. يعالج عالتروب ما حد وصلي. يا ناعيا إن جئت طيبة مقبلة عرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. يا الله إلهي وسيدي ومولاي إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم صل على محمد وآله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. اجعلنا من أنصار وشيعة وهب لنا رأفته ودعاء وخيره يا الله. اقضي حاجة كل محتاج، اقضي دين كل مدين، من على المرضى بالشفاء العاجل يا الله. اللهم رد كل غريب أسير زائر إلى أهله سالما غانما يا الله. تقبل منا ومن المؤسسين لهذا المجلس المبارك وهذا الصرح المبارك بأحسن القبول يا الله. وارزقنا وإياهم خدمة الحسين والدوام على خدمته، وفي الدنيا زيارته قريب العاجل، وفي الآخرة شفاعته يا الله. اللهم انصر مجاهدينا، احفظ علماءنا سيما قادتنا المجاهدين، سدد رميتهم. اللهم رد كيد أعداء هذا البلد وسائر بلاد شيعة أمير المؤمنين إلى نحورهم يا الله. اللهم أهلك الصهاينة يا الله، زلزل الأرض تحت أقدامهم يا الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، أموات السامعين المؤسسين لهذا المجلس، خدام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، سيما روح السيد الإمام الخميني، وشهداء الذين قضوا نحبهم في هذه الأيام اللي مضت علينا. رحم الله من ذكرهم وأهدى لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.